ازيكم عاملين ايه؟ ورجعنا لكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض البسكوت بكل المقادير موجوده في كل بيت زي ما انتم شايفين كده. المقادير اللي هنعملها مع بعض. تمام. دي نص كوبايه زيت، ونص كوبايه سكر، وكوبايه ونص من الدقيق، وبضايه ماشي، وكيس فانيليا. هنا البضايه اهي. تمام. هقول لكم مقادير تاني برضو احنا بنحطها. دي البضايه، هقلبها كويس كده بالمضرب. هنزل على بنص كوبايه السكر اهو، ونص كوباية الزيت زي ما انتم شايفين كده. تمام. وهقلبهم بقى كويس مع بعض لغاية ما السكر يدوب. تمام. هجيب بقى كيس فانيليا اهو، عادي فانيليا سايلة، الباودر دي اللي موجودة عندكم. تمام اهو. بصوا هو مش عايز يدوب، فانا هجيب الشاشة الخلاط عشان اطحنه. ممكن انتوا تعملوا بنفس الطريقة بس تحطوا سكر بودرة. هحطه بقى في الخلاط عشان السكر مش عايز يدوب للأسف اهو. هنا حطيته خلاص، هضربه وارجع لكم تاني. اهو هنا خلاص بعد ما طحنته كده ما بقاش في اي حبيبات من السكر. تمام اهو. هنزل كل اللي في الخلاط ده بقى وارجع لكم اهو. نزلت كده كل الخليط، بصوا ما بقاش في اي حبيبات عشان ما يبقاش بس بيقرقش صح وانتوا بتاكلوه. اهو جبت كوبايه الدقيق. تمام. وهبتدي اقلب كده. هجيب الاول البيكنج باودر زي ما انتوا شايفين كده. عايزه معلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره اهو زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي اقلب بقى كده بالسباتيولا، افضل اقلب كده زي ما انتوا شايفين. طبعا هنستخدم ايدينا بس انا بدوب يعني، بحاول ان انا اخفي الدقيق بقى مع الخليط كده. تمام. بصوا الدقيق ابتدى يعني العجينة الخليط كله يشربه. اه نزلنا بنص كوباية تانية، وهقلب برضو اهو. بصوا لازم نفضل نقلب فيه كده لغاية ما يبقاش فيه اي دقيق في الطبق. بصوا انا هنزل كل اللي في السباتيولا ده وهستخدم ايديا اهو. بصوا هي بتلزق. طبعا كل نوع على حسب نوع الدقيق اللي حضراتكم جايبينه اهو. ده بص نص كوباية دقيق تاني، هستخدم منها حبة ونشوف ونلم العجينة كده مع بعض. احنا مش عايزين عجن، احنا عايزين نلمها، عايزين عجينة تكون بتلزق. تمام. مش عايزين عجينة ناشفة بس مش بتلزق بالطريقة اللي هي لازقة فيها بايدي دي. هوريكم الطريقة برضو، يعني هوريكم القوام اللي هي مفروض تفضل عليه اهو. يبقى كده الخليط معانا خد كوبايتين من الدقيق. هحط بقية الدقيق كله في كوباية، يبقى بضاية ونص كوباية زيت ونص كوباية سكر، كوبايتين دقيق. تمام. والمعلقة بيكنج باودر صغيرة، وكيس الفانيليا. تمام كده اهو خدنا الكوبايتين دقيق كلهم. هنزل بقى. بصوا هي ملزقة ماسكة في ايدي خالص، يعني هي العجينة مش عايزة دقيق تاني بس هي ماسكة في ايدي. هنزل كل اللي في ايدي ده. تمام. بصوا عمال احاول الم فيها عشان الخليط لازق في ايدي. هنزله وارجع لكم. وانا كده نزلت كل اللي في ايدي اهو. بصوا
تمام اهو. بصوا هي لازم تكون بتلزق كده زي ما انتوا شفتوا اهو. اعملها كور صغننه اهي. بصوا اهم حاجه ما تكونش بتفلق، تكون عجينه طريه كده زي ما انتوا شايفين. بصوا اهو. شوف هنعمل التاني مع بعض اهو. بقى هنبتدي نعملها كده كور صغننه زي ما انتوا شايفين. ممكن تقدروا تحوشوا نص العجين تعملوه تحطوا عليه معلقه كاكاو تعملوه بشوكولاته. انا عملت كور صغننه اهي. على فكره الكور الصغننه دي يعني بصوا عاملاها صغيره زي وبرضه طلعت كبيره، يعني لو تعرفوا تصغروها اكتر يبقى تمام. ان هي يعني بتتنفش في الفرن، بتنفش كده من عشان احنا حاطين لها بيكنج باودر، فبتتنفخ شويه في الفرن. خلص الكميه كلها اهو نفس الطريقه كده زي ما انتم شايفين. هنا خلصت الكميه كلها اهو. هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض اهو. جبنا بقى الصاج اللي هندخله الفرن. تمام هنحط كده بنفس الطريقه. تمام انا هنا ما خدتش بالي يا جماعه ان هي التصوير مش واضح، بس انا هبينها لكم برضو. انا هنا ببططها بايدي كده تبطيط خفيف، يعني ما ببططهاش قوي اهو. بصوا بقى تقدروا تشكلوها بكذا شكل، في اشكال كتير موجوده في البيت زي الشوكه كده اهو. بصوا اهو بنفس شكل الشوكه او بالغطا كده، تعملوها كده علامه كده تشبه علامه الواي فاي اهو. شايفين بنفس الطريقه كده اهو. اهو هعملك واحده تاني اهو. 2 3 4 5 واحدة كده، عدوا 5 كده اهو تحت بعض اهو. تمام او الشوكة اللي يريحكم، الشكل اللي يريحكم اعملوه. انا برضو كان عندي الشوكولاتة اللي هي الكور الصغننة دي، الاولاد حابينها يعني ان انا زينها لهم بيها اهو. برضو ده شكل تقدروا ترصوا زي ما انا برصه كده، او تقدروا تحطوه عشوائي اهو. يا رب الفيديو يكون واضح اهو. خلصت الكمية كلها بقى يعني. انا خلصت الكمية كلها، عملتها زي ما قلت لكم كده علامات كده بالغطا. تمام اكيد الغطا موجود في كل بيت او الشوكة اهو. هنا دخلتها الفرن وخرجتها من الفرن اهي بعد ما استوت. يا رب تكون عجبتكم. هحطها في حاجة بقى عشان سخنة وارجع لكم هنا. خلاص لا حطيتها في الطبق اهو مع كوباية شاي. يا رب تكون عجبتكم. بصوا هي العلامة اللي انا بقولك عليها، بصوا عاملة ازاي، والشكل التاني برضه اهو. يا رب تكون عجبتكم. بصوا هشة من بره وطرية من جوه. لو عجبتكم متنسونيش في اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد مني. استنوني في فيديو جديد. باي باي.